يا أهلا وسهلا بمحبي المعرفة طلابنا طلاب منصة دليل التعليمية لشرح المنهاج السوري. رجعنا لكم بدرسنا الثاني لمنهاج الصف الثامن بعنوان البيئات الطبيعية نتاج مظاهر سطح الأرض المتنوعة. طيب، على شو بدنا نتعرف في درسنا لليوم؟ أولا، المناخ والعوامل المؤثرة في قارة أمريكا الشمالية. اثنين، صفات الأقاليم في قارة أمريكا الشمالية. ثلاثة، كيف تسهم التضاريس في اقتصاد القارة؟ دليل التعليم أقرب، النجاح أقرب. قبل ما نبدأ درسنا حابب أذكركم إذا حابين تنضموا لنا بالدورات التفاعلية من خلال تطبيق الزوم، أو لتوصلكم كل الأسئلة المتعلقة بدرسنا لليوم أو بمادة الجغرافيا ككل، لا تنسوا تتواصلوا معنا على الرقم الظاهر أسفل الشاشة على تطبيق الواتساب. حكينا بدرسنا الماضي عن قارة أمريكا الشمالية، وقلنا إنه أمريكا الشمالية فيها عدة مظاهر تضاريسية متنوعة. عم بيقول لي في بداية درسنا إنه تباينت التضاريس في أمريكا الشمالية بين قمم شاهقة وأودية سحيقة. تباين المناخ أيضا بين مناطق مرتفعة الحرارة وأخرى شديدة البرودة، وانعكس ذلك على طبيعة الغطاء النباتي وملامح الشبكة المائية. المناخ والعوامل المؤثرة فيه. تضم قارة أمريكا الشمالية المناخات جميعها إلا الاستوائي، يعني في قارة أمريكا الشمالية في عنا كل الأقاليم أو كل الاستواءات ما عدا الاستوائي. ومنلاحظ بالخريطة الظاهرة قدامنا أنه التيارات الرياحية أو تيارات الرياح، منلاحظ أنه باللون الأحمر هي تيار شديد الحرارة، أما اللي باللون الأزرق هي تيارات شديدة البرودة، وهذا الشيء بدل على تباين التيارات الظاهرة قدامنا. وقلنا أنه تمتد أمريكا الشمالية بين درجتي العرض 7 ل 72 درجة شمال خط الاستواء، مما جعلها واقعة في المناطق الحرارية الشمالية الثلاث: الحارة، المعتدلة، الباردة. ومناخ هذه المناطق معتدل بسبب تأثير المسطحات المائية. من ناحية أخرى، فإن امتداد التضاريس الجبلية الموازية للسواحل تمنع وصول المؤثرات البحرية نحو وسط القارة. يعني التضاريس الجبلية اللي موجودة في الطرف الغربي من هي القارة بتمنع وصول المؤثرات البحرية نحو وسط القارة. وينحصر تأثير التيارات البحرية في المناطق الساحلية المارة بجوارها، يعني التيارات البحرية بتنحصر فقط في المناطق الساحلية، فيزيد تيار الخليج الحار من حرارة وهطل الأمطار على جزء من سواحل الأطلسي، على العكس من التيارين الباردين لابرودالا في الأطلسي وكاليفورنيا في الهادئ. وهكذا تشكلت الأقاليم المناخية والنباتية في أمريكا الشمالية حصيلة للمجموعة السابقة من العوامل المؤثرة في مناخها. أبرز الأقاليم في المناخية في القارة رح نحكي عنها في هذا النص. يمكن تقسيم أمريكا الشمالية إلى أقاليم مناخية ونباتية عديدة، أهمها الإقليم القطبي. يوجد شمال درجة العرض 60 شمال خط الاستواء، ويمتاز بالبرودة الشديدة والتساقط الثلجي، وهلأ عم نحكي عن الإقليم القطبي. تنمو فيه نباتات التوندرا في خلال فصل الصيف القصير، وتظهر الصحارى الجليدية بالاتجاه شمالا. ومنلاحظ التيار القطبي اللي عم نحكي عنه أو الإقليم القطبي بالخريطة الظاهرة قدامنا، والخريطة يلي قدامنا هي الأقاليم المناخية الموجودة في قارة أمريكا الشمالية، يلي باللون الأخضر الغامق هو الاستوائي، أما باللون الأخضر الفاتح شوي فهو الإقليم المداري. اللون الأخضر الفاتح هو القاري الجاف، أما باللون الأصفر فهو الصحراوي. الأخضر الزيتي متوسطي، أما الزهري شبه المداري. وعم نلاحظ من خلال هاي الخريطة تنوع الأقاليم المناخية الكثيرة في قارة أمريكا الشمالية. الإقليم شبه القطبي يمتد بين درجتي عرض 50 ل 60 درجة، يمتاز بالقارية والبرودة الشديدة صيفا وشتاء. نباته غابة تؤدي دورا مهما، النباتات المخروطية تؤدي دورا مهما في الاقتصاد الكندي. يعني الإقليم شبه القطبي يمتاز بالبرودة
الشديدة صيفا وشتاء. أما في الجنوب يليه إقليم قاري يمتد على شكل شريط يزداد اتساعا حتى خط الطول 100 غرب غرينتش، ويمتاز قسمه الشمالي بشتاء أكثر طولا وبرودة من قسمه الجنوبي، يعني الطرف الشمالي يمتاز ببرودة أكثر من قسمه الجنوبي. نباته حشائش وأعشاب قصيرة تزداد غنى بالاقتراب من السواحل لتظهر غابة مختلطة من الأشجار النفضية والمخروطية أزال الإنسان أجزاء كبيرة منها لإقامة أنشطته الاقتصادية. وهون عم نحكي عن الإقليم شبه القطبي. هلأ لننتقل للإقليم المحيطي. بينما الإقليم المحيطي يمتد بين درجتي عرض 40 ل 60 شمال خط الاستواء غربي القارة. يمتاز الإقليم المحيطي بشتاء دافئ وصيف معتدل الحرارة، أمطاره غزيرة لكن نباته غابة نفضية كالبلوط. خلينا نحكي عن الإقليم اللي بعده وهو الإقليم المتوسطي. يمتد تقريبا بين درجتي عرض 30-40 شمال خط الاستواء غربي القارة. بينما هذا الإقليم يمتاز بصيف حار جاف وشتاء معتدل رطب. نباته شجيرات دائمة الخضرة كالبطن. أما الأقاليم الجافة والإقليم الجاف تنتشر في العروض الوسطى والدنيا غرب خط الطول 100 غربا، يعني الإقليم اللي عم نحكي عنه هلأ فهو في المناطق الوسطى والدنيا تحت غرب خط الطول. يمتاز هذا الإقليم بالجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وتشمل منطقة السهوب البراري. نباتها أعشاب وحشائش تنمو بعد ذوبان الجليد، تزهر فيها تربية المواشي. نحن عم نحكي عن الإقليم الجاف والمناطق الصحراوية وشبه الصحراوية كصحراء أريزونا وسونرا. نباتاتها قليلة متكيفة مع الحرارة وقلة المياه كالشوكيات الصبار. يعني هذا الإقليم اللي هو إقليم الجاف النباتات اللي موجودة فيه متكيفة مع كثرة الحرارة وقلة المياه مثل الصبار. إقليم الجبال يسود حيث الجبال المرتفعة في الأقاليم جميعها باستثناء القطبي، وتختلف بهذا الإقليم الحرارة وكمية الأمطار وطبيعة النبات مع الارتفاع وصولا إلى خط الثلج الدائم. والإقليم اللي بعده فهو الإقليم المداري يسود في أمريكا الوسطى وجنوب المكسيك، يتميز بارتفاع الحرارة والأمطار الغزيرة ولا سيما في الصيف. يبدأ نباته بأشجار الغابة المدارية في الجنوب وتتحول إلى سافانا كلما اتجهنا شمالا، ويتركز سكان هذه المنطقة على الهضاب خاصة للتخفيف من تأثير هذا المناخ. الشبكة المائية. الشبكة المائية من أيضا تنوع المناخ والتضاريس. وعناصر الشبكة المائية في أمريكا الشمالية ضمت أكبر البحيرات بحيرات الماء العذب ورابع أطول الأنهار في العالم. أمريكا الشمالية تمتلك مجموعة من الأنهار وعندها عدة أنهار أهمها نهر الميسيسيبي، ويشكل مع روافده شبكة من الممرات المائية الداخلية وسط القارة. يعني الأنهار اللي موجودة في قارة أمريكا الشمالية بتكون جوات أمريكا الشمالية. أدت دور مهم في اكتشافها أو استكشافها وتقدمها الحضاري من خلال استخدامها في الصيد والري وتوليد الطاقة الكهربائية أيضا والنقل. كما تضم قارة أمريكا الشمالية بحيرة سوبريور أكبر بحيرات الماء العذب في العالم 83,000 كيلومتر مربع، وهي واحدة من 5 بحيرات تتوضع في لب القارة تسمى بالبحيرات العظمى. تتصل فيما بينها بقنوات طبيعية، قنوات مائية طبيعية واصطناعية أيضا، لتشكل مع نهر سانت لورانس الذي يصلها بالمحيط الأطلسي أهم ممر مائي للأنشطة الاقتصادية الصناعية والزراعية والتجارية. ونحن هون عم نحكي عن هي
بحيرة الكبيرة يلي مساحتها 83 ألف كيلو متر مربع، والتجارية في المنطقة، إضافة إلى أهميتها في السياحة وتوليد الطاقة الكهربائية، ولا سيما عند شلالات نياجرا. ومن البحيرات المهمة أيضا جريت بير وجريت سليف في الشمال، وبحيرة نيجاراغوا في أمريكا الوسطى. عم نلاحظ من خلال حكينا عن قارة أمريكا الشمالية أنه في عدة تضاريس مهمة، في عدة أنهار وشلالات جدا مهمة. شلالات نياجرا تتدفق مياهها من بحيرة آري إلى بحيرة أونتاريو عبر نهر نياجرا الواقعة عليه حاليا. أما بالنسبة للشلالات اللي عم نحكي عنها هلا اللي هي شلالات نياجرا، ترتفع على الجانب 57 متر، وعلى الجانب الأمريكي على الجانب الكندي 57 متر، وعلى الجانب الأمريكي 55 متر، وأقيمت عليها محطات توليد الطاقة الكهربائية، حتى نلاحظ أهمية هي الشلالات إضافة إلى أهميتها السياحية. وخلينا مع بعض ننتقل للتدريبات والأنشطة. حضر لي ورقة وقلم وحل معي التدريبات والأنشطة. أكمل الجمل الآتية بما يناسبها من كلمات. يزيد تيار فراغ من حرارة جزء من سواحل المحيط الأطلسي. يصل نهر سانت لورانس البحيرات العظمى بالمحيط، ذكرناها بالفقرة الماضية. قارن بين كل من تأثير الجبال الساحلية في مناخ سوريا وجبال الأبلاج في مناخ شرقي قارة أمريكا الشمالية. شف خريطة قارة أمريكا الشمالية وثبت عليها ما يأتي: نهر الميسيسيبي، نهر كولوراد، البحيرات العظمى. أكمل الجدول الآتي بالصفات الأقاليم المناخية والنباتية الآتية. بدنا نحكي عن الإقليم القطبي والإقليم الصحراوي والإقليم المتوسطي من حيث الحرارة والهطل والثبات أو النبات. ولهون بيكون انتهى درسنا أعزائي الطلاب. بتمنى تكونوا استمتعتوا معي بهذا الدرس، ومثل ما قلت لكم بتمنى أيضا تحلوا الأسئلة يلي ذكرناها هلا وترسلوا لنا إياهم على رقمنا الظاهر أسفل الشاشة على تطبيق واتساب.